إذن في بداية الحلقة موضوعنا اليوم هو عن خطورة استخدام النسخ المعدلة من التطبيقات، خصوصا تطبيقات المراسلة الشخصية لما تحتويه على بيانات خاصة تصبح معرضة للانتهاك في أي وقت. نعم سونيا، نود في هذه المساحة المخصصة لاستقبال آرائكم أن تشاركونا تجاربكم، وهل تعرضتم لاختراق بسببها، وكيف يمكن أن تلعب التوعية في حماية خصوصية الأشخاص دورا كبيرا بخصوص استخدام هذه التطبيقات. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة، وأيضا سنكون مع تعليقاتكم عبر البث المباشر على صفحة قناة يمن شباب على فيسبوك. نعم، إذا نروح سمح لي أول اتصال مشاهدينا ونستقبل آرائكم حول هذا الموضوع. ونقول ألو. مرحبا. أهلين، ممكن بس تعرفنا عن اسمك؟ رشيد المليكي. طبعا أنا ناشط في مجال الوعي الرقمي. يا سلام، يعني أهلا وسهلا، بتفيدنا كثير. أهلين فيك، يسعد صباحك. إذن بداية أنت كخبير في هذا المجال، لماذا برأيك يفضل الناس أو يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام هذه النسخ المعدلة من التطبيقات دون التطبيقات الأصلية رغم أن ميزاتها لا تستحق التضحية؟ طبعا هذه التطبيقات انتشرت لأنه كان المبرمجون الذين يقومون على يعني صياغتها أو برمجتها كانوا يقدموا للناس العاديين العديد من الميزات التي هي ليست موجودة في التطبيقات الأصلية، مثلا واتساب. كان في العديد من النسخ مثل الواتساب الذهبي أو واتساب بلاس أو واتساب عمر، ويعني هذه التطبيقات كانت تعطي بعض الميزات وهي في الحقيقة ليست ميزات، بعضها هي انتهاك للخصوصية. مثلا إذا أرسلت رسالة من الواتساب الرسمي إلى الواتساب المزيف أو المعدل، يقوم مثلا بإخفاء هذه الرسالة بشكل فوري، أو إذا حذفها المرسل فإن المستقبل الذي يملك هذا الواتساب المعدل يستطيع أن يراها ولا تحذف لديه، بالتالي هذه انتهاك للخصوصية. إذا هم حاولوا أن يقدموا العديد من الميزات للمستخدمين والتي لم تكن موجودة أصلا في الواتساب الأصلي، كما ذكرت مثل هذه الميزات التي تحدثت عنها. نعم، طيب أستاذ رشيد، ما هي المخاطر لمن يستخدم هذه النسخ المزيفة؟ يعني نتحدث عن تعريض الخصوصية ومعايير الأمان في هذه المحادثات وفي هذه التطبيقات إلى الانتهاك، وحتى ممكن أن يتعرض للابتزاز من خلالها. فما هي المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو مثل هذه التطبيقات المستنسخة؟ اولا كما ذكرنا في الحديث الاول هو انتهاك لخصوصيه المستخدمين. اذا كان احد الطرفين يستخدم الواتساب الاصلي والطرف الاخر يستخدم الواتساب المعدل، فهذا يعتبر انتهاك لخصوصيه الشخص الاخر. ايضا لو نتحدث عن انه هذه التطبيقات يتم استضافتها على خوادم او ما يعرف بسيرفرز غير امنه او ضعيفه التامين، بما انها الخيار الارخص للمبرمجين، بعكس الشركات التكنولوجية. مثلا شركة ميتا أو شركة واتساب لديها خوادم كبيرة جدا ومؤمنة بشكل أكبر، بينما من يصنعون أو يطورون هذه التطبيقات ليس لديهم الأمان الكافي. أيضا لو نعرف ونتابع بأن واتساب الأصلية توفر خاصية التشفير من طرف إلى طرف، يعني عملية معقدة وتتم وفق يعني دراسات كبيرة ومهمة، ولا يستطيع حتى شركة واتساب الاطلاع على الرسائل التي يتداولها المستخدمون أو المرسلون بينهم البعض، ووفرت هذه الخاصية مؤخرا. لكن التطبيقات المعدلة لا يوجد فيها خاصية التشفير من طرف إلى طرف أو ما يعرف ب end to end encryption. أيضا التطبيقات المعدلة لا تتوفر في المتاجر الرسمية. يعني أنت إذا أردت أن تنزل أو تحمل تطبيق آمن، عليك أن تذهب إلى جوجل بلاي أو الاي او اس في الايفون. وطبعا معروف بأنه هؤلاء المبرمجون وهذه التطبيقات طبعا وهذه المتاجر هي توفر خاصية أمان عالية، يعني لا يتم إدخال أو إضافة أي تطبيق إلا إذا يعني خضع لعدة معايير آمنة وتضمن حماية المستخدمين، بينما الواتساب المعدل أو أي برامج معدلة هي تكون خارج نطاق هذه المتاجر وبالتالي تكون غير آمنة. وتحدثنا أيضا عن مسألة أنه يعني هذه التطبيقات المعدلة تطلب العديد من الأذونات
وهي غير مهمه او تثير الشك لدى المستخدم، لانه مثلا يطلب منك الدخول الى تليفونك يعني بكل الخصائص، الى الصور، بالفعل إذن الوصول قد إلى تكون مكتبة مخصوصة. الصور أيضا، وهذا يعد خطير جدا خصوصا في تطبيق سناب شات. أول ما تحمله عندك في الجوال أو التليفون تلاقيه يقول لك هل تسمح للتطبيق بالوصول إلى مكتبة الصور، وهذا أمر جدا مخيف للغاية. ربما أي شخص يقدر أنه يخترق كل الصور على سناب شات بكل سهولة. لكن أستاذ رشيد، يعني نرى أن هناك قلة أو شح في وعي الناس حول هذا الموضوع، الأمن الرقمي أو السبراني، مع ظهور أيضا زيادة الابتزاز الإلكتروني مؤخرا في بعض المحافظات اليمنية، وابتزاز خصوصا الفتيات، يعني الشباب ممكن أنهم يسرقوا منهم معلومات معينة. لكن برأيك ما مدى أهمية وعي الناس بهذا الموضوع؟ طبعا الوعي ضعيف إجمالا، ولا زال هناك قصور كبير في مسألة الوعي الرقمي، ولا زالت أيضا الجهات أو المنظمات التي تشتغل في مجال رفع الوعي الرقمي بين عامة الناس يعني قليلة جدا وتبدو شبه منعدمة. وأيضا نتيجة أنه لا يوجد لدينا تشريعات يعني قضائية، ولا يوجد لدينا قوانين تنظم هذا الأمر. يوجد هناك إشكالية كبيرة في مسألة يعني القضايا المتعلقة بالابتزاز الرقمي، ولذلك نجد انه كل ما هو موجود اليوم هو عباره عن خبراء متطوعون يقومون بمحاوله انقاذ سمعه بعض الفتيات اللواتي يتعرضن لعمليه الابتزاز، ويلاحقوا هؤلاء الاشخاص الذين يعملون على ابتزازهن، وبعد ذلك يقومون بحظر هذه التطبيقات او حظر هؤلاء الاشخاص او اعاده يعني اغلاق ما تم سرقته من معلومات. لكن الطريقه اليوم التي تتم من قبل الكثير من الشركات ومنها مثلا واتساب انها قامت بمحاربه الواتساب المعدل، وعملت على حظر الارقام التي تستخدم هذا الواتساب المعدل. ولذلك يعني سمعنا خلال الاونه الاخيره ان هناك الكثير من الناس يشكون من ان تم حظر حساباتهم وتم تعطيل ارقام هواتفهم نتيجه استخدامهم لهذه البرامج المعدله او غير الامنه. وبالتالي يجب على المستخدمين اليوم او فرض على المستخدمين اليوم ان يلجأوا الى التطبيقات الامنه والتطبيقات التي تنشر عبر جوجل بلاي عبر المتجر، وكذلك الاي او اس بالنسبه لمستخدمي الايفون. لكن كما ذكرت يعني الوعي لا زال قاصرا، ويجب ان يكون هناك جهد كبير. نعم. طيب استاذ رشيد، اكيد نتفق، يجب ان يكون هنالك جهود جماعيه ما بين الجهات الرسميه والجهات المدنيه لاذكاء الوعي ولرفع الوعي بهذا الخصوص. ولكن اليوم نستغل وجودك معنا كونك خبير في هذا المجال، نود ان تعطينا نصيحه يعني لكل من يشاهدنا اليوم. نعم، اولا انا لست خبيرا، ولكن باعتبار اننا نعمل في مجال الوعي الرقمي وخاصه بالنسبه للصحفيين وناشطي حقوق الانسان في المنظمه الوطنيه للاعلاميين المنفذه، فنحن نقدم انفسنا كنشطاء في هذا المجال. ولست خبيرا يعني بدرجه كبيره، لكن على اتصال كبير بمساله الخبراء، وايضا محاوله تيسير وصولهم خاصه بالنسبه للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان. بالنظر الى مساله الوعي يجب ان يشمل الناس البسطاء، يعني كثير من الذين يستخدمون هذه البرامج هم اناس بسطاء، يعني الامهات اللواتي ربما لا يفقهن كثيرا بمساله الجانب الرقمي، فيتم نشر وتداول هذه البرامج بطريقه واسعه خاصه في القرى والارياف، وهذه لا يتم ايصال الرسائل التوعويه لهم بشكل كامل. نعم، احنا نتمنى يعني أستاذ رشيد اليوم من خلال برنامج صباحكم أجمل أن تصل الرسالة لكل الناس بأهمية الحفاظ على خصوصية هواتفهم الذكية واستخدام التطبيقات الرسمية الموجودة في متاجر الهواتف الذكية. شكرا جزيلا لوجودك معنا، وأنت ناشط يعني في هذا المجال، مجال الأمن السيبراني والتوعية بخصوص أيضا استخدام الإنترنت.